قصتنا يا صديقي النهارده هتكون غريبة شوية، لأننا هنتكلم عن البارونة راما ملكة الدعارة في لبنان. قتلت جوزها علشان تورث منه نوادي الدعارة بتاعته، لكنها بعد فترة قريبة اتقتلت هي كمان في ظروف غامضة. تعالوا بينا نشوف القصة النهارده بتقول ايه. قصتنا يا صديقي بتعود لسنة 1939 ميلاديا، وتحديدا في مدينة بعلبك في لبنان. في أحد الأيام بيروحوا علشان يصحوا البارونة، لكنهم بيتفاجئوا إنها مضروبة بالرصاص وميتة على سريرها. بعدها على طول بلغوا الشرطة، واللي بدورها ما اتأخرتش وجت علشان تحقق في القضية، واستدعت الشرطة كل اللي يعرفوا البارونة علشان تحقق معاهم. لكن الغريب إن كل اللي كانوا بيعرفوا البارونة قالوا إنهم آخر مرة شافوها كانت في النادي، وما كانش فيه أي حاجة غريبة أو مش طبيعية باينة عليها. لكنهم قالوا كمان في التحريات إنها قبل الحادثة دي دايما كانت بتقول كلمة غريبة، كانت بتقول ومن الحب ما قتل. وقالوا كمان إنهم افتكروا إنها بتقول الكلمة دي بسبب السكر، لأنها كانت مدمنة على شرب الخمر بكميات كبيرة جدا. بعد تحقيق من الشرطة في القضية فتشوا البيت ولقوا إن في عقد ألماظ اختفى من وسط المجوهرات. للوهلة الأولى الشرطة افتكرت إن جريمة القتل كانت بدافع السرقة، لكن علشان الشرطة تقطع الشك باليقين راحوا وسألوا كل المحلات بتاعة الذهب والألماظ اللي موجودة في مدينة بعلبك وكمان المدن اللي حواليها، لكنهم للأسف ما لقيوش أي أثر للعقد ده. فبالتالي الشرطة احتارت وخمنت إن القتل ممكن ما يكونش بدافع السرقة. في بعلبك وجونيا وبيروت البارونة كانت بتمتلك فيهم أكتر من 15 نادي كلهم للدعارة، لدرجة ان في المدن دي كانوا بيسموها الام، لكنها كانت بتحب اسم البارونة وعشان كده اتشهرت بالاسم ده. جريمة قتل البارونة في الوقت ده كانت من أصعب الجرائم على الشرطة في الوقت ده، وده لأن ما كانش فيه أي حد مشتبه فيه. لكن مع الوقت الشرطة كثفت جهودها وقدرت توصل لشخصين ممكن يكونوا مشتبه فيهم. الأولى وكانت بنت واسمها دومينيك، ودي البارونة كانت قبل الحادثة على طول كانت طردتها من الشغل وكان حصل بينهم مشادة كلامية. والشخص الثاني نقدر نقول عليه كان دراع البارونة اليمين واللي اتجوزته فيما بعد. بدأت خيوط الجريمة تتشابك أكتر، والجريمة مع الوقت بدأت تصعب أكتر، والشرطة كل ما بتوصل لخيط في القضية بتلاقي الموضوع بيكبر أكتر. وعلشان كده الشرطة قررت تفتح ملف البارونة من الأول خالص علشان تعرف هي مين. البارونة كان اسمها الحقيقي راما، والبارونة زي ما قلنا ده كان اسم هي بتحب الناس اللي حواليها يندهوها بيه. المهم ان البارونة كانت من اب وام لبنانيين، وكان عندها 4 اخوات بنات وهي كانت رقم 3 فيهم. الحالة المادية لأسرتها كانت الى حد ما فقيرة شوية، والدها ووالدتها ما كانش معاهم فلوس علشان يعلموا اولادهم. بعد ما البارونة كبرت شوية عرفت من والدتها ان والدها سابهم وهرب، وسرق كمان كل الفلوس اللي كانت معاهم وسافر علشان يتعرف على واحدة ست تانية غير والدتهم، وساب بناته ال4 وكمان مراته، يعني كده بقوا 5 ستات لوحدهم وهرب. مع مرور الوقت والدة البارونة لقت شغل في محل حلويات، لكنها كانت بترجع على طول متأخر من الشغل. لكن المفاجأة ان في احد الايام واثناء ما الاطفال مستنيين والدتهم ترجع من الشغل، اختهم الكبيرة سيرين بتتفاجئ اخواتها بخبر غريب جدا. قالت لهم ان والدتهم سابت ورقة وكان مكتوب فيها انها لقت شخص واتجوزته، لكن كان طلبه الوحيد انها تعيش معاه لوحدهم من غير الاطفال. بتكمل سيرين المكتوب في الورقة وبتقول ان والدتهم كمان كانت كاتبة ان البيت اللي هم موجودين فيه ده هي اشترته لهم علشان يعيشوا فيه، وبتتمنى لهم يعيشوا حياة أفضل. لما زاد الفقر على البارونة وإخواتها قررت أختهم الكبيرة سيرين إنها تنزل تشتغل علشان تقدر تصرف على إخواتها، وبالفعل لقت شغل عند واحدة خياطة كانت جنب البيت. لكن ولأن سيرين كان سنها 16 سنة بس وهي أكبر إخواتها شغلها ما كانش مكفي مصاريف البيت، فبتقرر البارونة إنها تنزل علشان تشتغل مع أختها سيرين علشان تساعدها كمان في مصاريف البيت. وعلشان صغر سنها كانت بتشتغل في المحل نظام إنها بتوصل الطلبات للزباين. مع مرور الوقت كانت البارونة وأختها بيتعلموا كل حاجة في الخياطة لحد ما فعلا بقوا مشغلين المحل ده لوحدهم. لكن في أحد الأيام بتموت صاحبة المحل بتاع الخياطة، وبيمسك المحل ابنها مكانها، لكنه كان شخص محترم جدا. أول ما مسك المحل قرر يسيب كل حاجة في المحل زي ما كانت، وكان سايب المحل للبارونة وأختها سيرين علشان يديروه، وهو كان ماسك الأمور المتعلقة بالحسابات بس. مع مرور الوقت اتجوزوا هو وسيرين، وهنا تحولت سيرين من واحدة بتشتغل في محل خياطة لأنها بقت بتشتغل في محل جوزها. بعد فترة سافر زوج سيرين وطول هناك شوية، ولما رجع من السفر بقى شخص تاني خالص، بقى بيحب لعب القمار وبيسكر، وبقى بياخد كل ايرادات المحل ويروح يلعب بيها قمار. لحد ما في يوم من الايام بيدخل زوج سيرين على البارونة المحل وهم لوحدهم وبيتحرش بيها، لكنها هربت منه وقالت لاختها سيرين، وهنا حصل شجار بين سيرين وجوزها وصل لانه ضربها وهرب من البيت. بعد اللي حصل ده بفترة قريبة زوج سيرين باع المحل، لكن اللي اشتراه ما كانش عايز يفتحوا خياطة، فبالتالي رجعت سيرين والبارونة للمرة الثانية من غير شغل.
بعد فترة قريبة سيرين لقت شغل في محل لبيع الخمور. في الوقت ده البارونة كانت بتحب شخص اسمه جورج، وده كان جارهم وساكن جنب البيت. من وقت للتاني كانوا بيتقابلوا فوق سطح بيت جورج، وكانت البارونة بتحكي لجورج على كل حاجة تقريبا. ولما حكت له على ظروفها قرر جورج انه يعرفها على والدته واللي كانت بتشتغل في تزويق الستات. وبالفعل جورج اقنع والدته انها تشغل البارونة معاها، وبالفعل البارونة اشتغلت مع والدة جورج وبقت بتتعلم بسرعة منها الشغل، لدرجة انها بعد فترة قصيرة كانت بتنزل وتروح افراح لوحدها. لكن في احد الايام بعد ما خلصت البارونة شغلها ورجعت على البيت لقت اختها سيرين مش موجودة في البيت، وده كان على غير العادة. لكنها لما سألت اخواتها عنها قالوا لها انها لسه ما رجعتش من الشغل لحد دلوقتي. فراحت البارونة على المحل اللي شغالة فيه سيرين، لكنها اول ما وصلت اتفاجئت ان في زحمة غير طبيعية قدام المحل وفي افراد شرطة موجودين قدام المحل. اول ما دخلت المحل لقيت اختها سيرين مرمية جثة على الارض ومضروبة بازازة في بطنها. لما سألت الناس الموجودة قالوا لها إن كان في لص حاول يسرق المحل وسيرين دفعت عن المحل، فبالتالي الحرامي قتلها. البارونة زعلت جدا على اللي حصل لأختها، لكنها قررت تنسى وتكمل شغلها علشان تعرف تصرف على أخواتها. ولما كبرت البارونة وبقى عندها 19 سنة جورج بقى بيكلمها في انه عايز يتجوزها. في الاول كانت رافضة الموضوع، خصوصا انها ما كانتش مرتاحة لجورج من ناحية، ومن الناحية التانية اللي كان في ذاكرتها من اللي عمله والدها ووالدتها. لكن جورج في النهاية اقنعها ووافقت واتجوزته. لكن بعد فترة قريبة من جوازهم وهي قاعدة مع جورج في البيت، جورج قال لها ان في واحد صاحبه جاي له البيت، فبالتالي البارونة قالت له انها تدخل تلبس حاجة علشان كانت لابسة قميص نوم. لكن جورج رفض وقال لها تفضل كده زي ما هي. هنا البارونة بدأت تقلق من جورج، لكن اللي زاد القلق أكتر هو إن جورج لما صاحبه جه البيت عنده جورج كان بيشاور على البارونة لصاحبه وبيقول له هي دي، إيه رأيك؟ البارونة في الأول ما كانتش فاهمة حاجة، لكنها استغربت لما لقت جورج بيطلب منها إنها تروح تقابل صاحبه ده بكرة في مكان معين. في الأول رفضت، لكن جورج قدر يقنعها في الأخير. المهم إن البارونة أول ما قابلت الشخص ده كان طول الوقت بيحاول يتحرش بيها، لكنها كانت بتمنعه. لكنه في نص الطريق عمل نفسه دايخ وطلب من البارونة إنها تسنده علشان توصله للفندق. أول ما وصلوا الغرفة اتفاجئت البارونة من صديق جورج إنه بدأ يتهجم عليها، لكن أثناء ما هي بتقاومه كان عمال بيقول لها إنه دافع فلوس كتيرة جدا لجورج علشان الموضوع ده بالذات. بعد صراع بين البارونة وصديق جورج قدر في النهاية إنه يغتصب البارونة. ولما رجعت البارونة وحكت اللي حصل ده لجورج قال لها وصارحها على شغله اللي هو شغاله، وقال لها إنه شغال قواد، وقال لها كمان إنه عنده نادي كبير قائم على الدعارة، وقال لها كمان انها بمزاجها او غصب عنها هتشتغل معاه في نفس الشغل ده. في الاول البارونة رفضت، لكن جورج هددها انه هيقتل اخواتها، فبالتالي البارونة وافقت. ومع الوقت جورج كان بيبعت البارونة لاشخاص كتير جدا، لكنها مع الوقت اتضايقت من جورج واللي بيعمله فيها، فقررت انها تتخلص منه وتقتله. وبعد تفكير كتير في الموضوع قدرت البارونة انها تلاقي الطريقة اللي تقنع بيها الشرطة ان مش هي اللي عملت كده. في يوم من الايام استنت جورج لحد ما جه من بره وحطت له سم في الاكل. بعد ما وقع من السم شدته لحد باب الشقة وجابت سكينة كان شكلها مختلف عن باقي السكاكين اللي عندها جوه وضربت بيها جورج. وبعد كده فتحت الباب بتاع الشقة وصوتت لحد ما الجيران اتلموا وطلبوا الشرطة. لما الشرطة سألت البارونة عن اللي حصل قالت لهم إن جوزها كان شغال قواد وإنه كان بيجيب لها رجالة في الشقة، لكنها كانت تعبانة في اليوم ده فدخلت تنام ورفضت الموضوع، فبالتالي الزبون اللي كان جايبه هو اللي قتله. الشرطة لما حققت وعرفت إن جورج فعلا كان شغال قواد الشرطة هنا اقتنعت بكلام البارونة وما شكوش فيها واتقفلت القضية. لكن من اللحظة دي بتبدأ حياة جديدة في حياة البارونة، تحديدا لما عرفت مكان نادي الدعارة اللي كان فتحه جورج واللي كان في مدينة جونيا. البارونة أخذت بعضها وراحت على النادي اللي في جونيا. أول ما وصلت للنادي استقبلها شخص كان اسمه معوض ده كان هو الدراع اليمين لجورج وهو اللي بيدير النادي وهو مش موجود. المهم إن معوض عرف البارونة على البنات اللي كانوا شغالين في الدعارة في النادي، وكانوا كلهم جنسياتهم من سوريا ولبنان والسودان. أول ما شافوا البارونة قالوا لها إنهم زعلوا قوي على موت البارون جورج، وقالوا لها كمان إن من اللحظة دي هتكون هي البارون الجديد. لكن البارونة قالت لهم إنهم ينادوها بالبارونة بدلا من البارون. المهم إن معوض أخذ البارونة وقعدها في مكتب جورج وقال لها إنه مستني منها الإذن علشان يرجعوا يشتغلوا زي الأول، وقام راح للخزنة وفتحها وطلع منها مبلغ كبير جدا من المال واداه للبارونة، وقال لها إن ده إيراد الشهر اللي فات واللي المفروض كان يديه لجورج، لكن بما انه مات وانك انت دلوقتي الوريثه يبقى الفلوس دي من حقك. معوض قال لها كمان ان في شقه قريبه من النادي كانت بتاعه جورج، فبالتالي بعتت البارونه شخص علشان يجيب اخواتها علشان يعيشوا معاها في الشقه دي. من اللحظه دي كل اللي قلناه عن القصه دي كوم، واللي جاي كوم تاني خالص.
لأن من الوقت ده بدأت البارونة تكمل حياتها كأم، والاسم ده كان بيطلق في الوقت ده على الست القوادة. بدأت البارونة إنها تغير قوانين كتيرة جدا في النادي، وكان من القوانين دي إن الزبون لازم يدفع قبل ما يدخل النادي، وكمان في معايير معينة لازم تتوفر في الشخص ده علشان يقدر يدخل النادي بتاع البارونة، وهو إنه ما يكونش فيه أي أمراض، وكمان بتسأل عن الزبون وعن شغله، ولو كان بيشتغل شغل مرهق ما كانتش بتوافق عليه، لأن صاحب العمل المرهق ممكن يؤذي البنات أو يكون عنيف معاهم. البارونة غيرت من النادي بشكل بقى ملحوظ جدا، لدرجة إنه بقى لعلية القوم وبس. كمان رفضت بنات كتير من اللي كانوا شغالين معاها في النادي، وكمان استبدلتهم ببنات من أوروبا وسوريا والسودان، وكانت البارونة هي اللي بتختار البنات دي بنفسها بمعايير عالية جدا من الجمال. مع مرور الوقت النادي كان بيكبر وبقى مش مكفي الزباين، فقررت البارونة إنها تفتح نادي جديد في بيروت. وعلى الناحية التانية بدأت قصة حب بين البارونة وبين معوض دراعها اليمين. وبعد فترة قصيرة جدا البارونة بقى عندها أكتر من 6 نوادي في لبنان، وكلهم الإقبال عليهم شديد. لما الفلوس زادت مع البارونة قررت إنها تدور على والدها ووالدتها، ودفعت فلوس كتير لشخص علشان يدور عليهم. وبعد فترة قريبة من البحث الشخص ده لقاهم وكمان وداهم للبارونة، لكنها أول لما وقفوا قدامها في المكتب فضلت تهزأ فيهم على اللي عملوه معاها هي وأخواتها، وإنهم اتخلوا عنهم وسابوهم وهم لسه صغيرين، وقالت لهم كمان إن سيرين أختها ماتت بسببكم. بعد المقابلة دي تحديدا والدها ووالدتها اختفوا، ومحدش عارف هل هي قتلتهم ولا زي ما في ناس بتقول إنها سفرتهم لمكان تاني يعيشوا فيه. مع مرور الوقت كانت نوادي الدعارة بتاعة البارونة بتكبر بشكل سريع جدا، وكمان فتحت أكتر من نادي في أكتر من مدينة في لبنان، لحد لما وصل عدد النوادي الخاصة بالبارونة لأكتر من 15 نادي. استقرت البارونة هي ومعوض بعد ما اتجوزوا في النادي بتاعهم اللي في بعلبك. وفي يوم من الأيام شافت البارونة واحدة اسمها دومينيك شغالة معاها في النادي بتحاول تهزر مع معوض جوزها. بعد اللي شافته البارونة ده من دومينيك جمعت كل الناس اللي في النادي وهزقت دومينيك قدامهم، وبعد كده طردتها من النادي. وبعد الموقف ده بشوية حاولت دومينيك إنها تضرب نار على البارونة، لكنها فشلت ومعرفتش تعمل كده. بدأت البارونة قبل موتها بفترة إنها تكتب كل حاجة بتمتلكها باسم إخواتها البنات اللي كبروا دلوقتي وبقوا متجوزين، وكانت دايما بتشتري بكل الفلوس ذهب وألماظ علشان تستثمر فلوسها، وبعدين كانت بتدي المجوهرات دي لإخواتها البنات برضه. لكن على الناحية التانية معوض جوزها ما كانش عاجبه خالص اللي بتعمله البارونة ده، وقال لها ان هي كده بتضيع حقه في الفلوس. لكن البارونة زعقت فيه قدام البنات اللي شغالين معاها وقالت له انه ملوش دعوة، وان كل حاجة والنوادي اللي عملتها من حقها هي بس وهي واخواتها البنات. وكانت طول الفترة دي عمالة تردد جملة ومن الحب ما قتل. وفي احد الايام بتروح واحدة من الفتيات اللي شغالين مع البارونة علشان تصحيها، لكنها بتتفاجأ لما لقت البارونة مقتولة في سريرها ومضروبة بالرصاص. وبدأت تحقيقات الشرطة، واللي كانت شاكة ان العمل الجريمة دي هي دومينيك البنت اللي كانت شغالة معاها وطردتها قدام كل الناس، يا اما معوض جوزها اللي بموتها هيورث كل حاجة. بعد ما بحثت الشرطة عن دومينيك لقيتها مقتولة ومرمية في مكان في بعلبك، وكمان معوض جوزها لما بحثوا عنه لقوه مقتول ومرمي في صناديق الزبالة في شوارع بعلبك. الشرطة قررت تقفل القضية وتقيدها ضد مجهول، لكن في آخر لحظة بيوصل جواب لنقطة الشرطة وكان مكتوب فيه إن البارونة هي اللي قتلت دومينيك، وكمان هي اللي قتلت جوزها جورج، وكمان هي اللي قتلت جوزها التاني معوض، وإنها انتحرت بعد ما عملت كده كعقاب ليها على اللي عملته. لكن المفاجأة كانت في السطرين اللي مكتوبين في آخر الجواب، واللي كان بيقول: قد يظن البعض ممن يقرؤون حياتي أنني كنت موافقة على ما يحدث فيها، لكني مجبرة عشت وباختياري مت. تلك هي سخرية القدر الحقيقية. لحد هنا يا صديقي نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، لكن القصة بتاعتنا لسه ما خلصتش على كده. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تشترك في القناة لو بتتفرج من يوتيوب، وتعمل لايك للبيج لو بتتفرج من فيسبوك. كمان يا ريت تفعل زرار الجرس علشان في فيديوهات فاتت وفي فيديوهات جاية لازم انك تشوفها. سلام.